حتى في لقاء في بودكاست قال اجت مره الظرف علي حليب الابن ما عندي. اي طبعا. هذا انا خسرت كل اللي عندي. شوف انا عندي قلت لك تقلبات في حياتي، هذه سالفه بسيطه. كنت املك فلوس، يعني كان عندي خير من الله سبحانه وتعالى رزقني وشغال عليه، يعني كان عندي فلوس شوي بزنس ونميتها. احنا عندنا الله يسلمك في قطر الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الله يطول في عمره يعطيه الصحه والعافيه. انا كان عندي فلوس شوي. ب 2003 الامير الوالد قرر انه يعطي اهم مصنع في قطر يعطيه حق الشعب. نزلنا نظام اكتتاب يعني. اسهم كل والله قصه طويله، برنامج ما يسع ان انا اقول اختصرها بس حلوه. المهم ان انا كنت اصلا رايح بروح لبنان، شاري لي السياره بروح فيها لبنان مش عارف ايش وكذا. المؤسسه اللي انا فيها الجزيره الرياضيه، كان طلال بن محمد العطيه الله يذكره بالخير مدير المؤسسه. قرروا المسؤولين ان انا اطلع لندن دراسه لغه انجليزيه. فقلت انا الحين شو اسوي في السياره؟ ليش اروح هاي؟ خلني خلاص. ولا وربعي اللي حوالي اصروا علي قالوا يا خالد خذ فلوسك وحطها في اسهم صناعات. لا تاخذ سياره ما سياها الخرابيط وانتبه يعني قاعد تكبر انت. والله وبعت ما بعت سياره كنت حاجزها، رجعت خذوا فلوس العربون 10000 ريال اظن، لكن الباقي اخذته ومني من ما يبي يكتتب هاي اللي ما اخذت البطاقات سبحان الله وحطيتها في سهم صناعات وضربت معي الدنيا رقصت بفضل من الله سبحانه وتعالى وثم الامير الوالد اللي السهم كان قيمته اظن انا اعتقد لا تاخذ على كلامي وايد بس بمعنى قبل الطرح كان السهم قيمته 61 ريال، امير الوالد قال سووا حق الشعب القطري 16 ريال. يعني هذه النظاره قيمتها 61 انباعتك ب 16 تشتريها ولا ما تشتريها؟ طبعا. تخيل ان احنا اشتريناها ب 16 انطرح في السوق ب 100 ريال. تصير غني ولا ما تصير؟ اكيد. احنا نسميه دفان الفقر. دفان خليفه دفان الفقر. الله يعطيه الصحه والعافيه. فهذه الخطوه سوت عندي فلوس. وبعدين قعدت اشتغل، حلت لك الدنيا بالبزنس. وصرت مغرور ان انا شاطر وان انا ذكي. وهاي بعدها رساله يعني مو بان الله يرزقك فلوس فكر نفسك انك خلاص ما فوقك فوق وكذا، لا. المهم فانا فكرت نفسي ان انا ذكي في التجاره ومش عارف ايش وصرت طماع. هلا صار مثل ابوي بعمري ما راح اصل وسيله. المهم فانا الهدف ان غرور تكبر في الفلوس، يعني قصدي اني انا يعني كنت املك مبلغ فقلت انا الحين هذا بدبله. بسوي دبل بالتاريخ الفلاني او بالسنه الفلانيه وانه خلاص عقب بقعد بحط رجل على رجل وبريح. فاللي صار طال عمرك لا، ان رحت وتسلفت واخذت قروض للاسف وانضربت على راسي. طه الشخص اللي كان يملك، يعني انا اكلمك في زماني انا على المستوى نفسي كنت املك، يعني عندي القدره اني انا ادخل اشتري سياره، عندي القدره اني اسافر، عندي القدره ان قعدت الصبح بين ليله وضحاها. سبحان الله. يعز من يشاء ويذل من يشاء. سبحان الله. والله العظيم ان الشخص اللي كان عنده طموح انه يصير وكان يملك في يوم وليله انا صرت مديون. عجيب. وربك سبحانه وتعالى وصلت مرحله ان تاريخ 15 او 16 من الشهر كان جاسم توه مولود يعني عندي. كان على 2006 2007 اول كبير اول واحد. اوكي انا تزوجت 2005 لان اول بدايه 2006 1 2 2006 بس ملكتي 2005. المهم كان جاسم من يوصل تاريخ 15 16 من الشهر الحليب ما عندي فلوسه. وما قدرت تداين من هذا قرض؟ لا. صعب صار. بس علي بعد قروض بنكي بعد راح اتسلف منك، وانا ضد ان الشخص يتسلف من شخص. لا تتسلف من اشخاص. اخوك مقبوله بس لا تتوسع، نصيحه. لان القرض بيجر لك قرض، القرض بيصير عندك تعود على الموضوع، بيصير عندك بلاده ما حد يفتكر، فبتكبر ديونك، بتصير لك مشاكل في حياتك، تتوسخ سمعتك، تتشوه كل شيء عندك. فانا كان عندي الان شلون انا اسكر الديون اللي علي. جيد. هذا الامر وين اثر عليك ايش قد بالاعلام بالشغل؟ لا ما اثر. لا. دائما احنا نقول لا تخلي الازمات تدخل معاك شغلك. يعني طه واي واحد من اللي موجودين سواء كان مسؤول مدير مشهور اللي يكون، كل واحد فينا انسان في النهايه ترى عندك قصه في حياتك، قصه مرئيه الكل يشوفها ويعرفها، وفي قصه غير مرئيه ولا ودك حد يعرفها. فاوقات القصص الغير مرئيه والغير معروفه هذه وما تبي حد يعرفها قد تاثر على نفسيتك وتكسرك. بس من تطلع قدام الكاميرا ابتسم،
لان اللي قدام الكاميرا او عفوا اللي يحرك الشاشه ما له ذنب، ما له ذنب مشكلة، وما يبي يشوفك مكشر تجارتك ما ايش دخلني انا في تجارتك ولا ما بشغلي اشاركك في تجارتك. شبكة نجوم الرابعة، مشاهدة آمنة لكل العائلة.